باشمهندس، عندي مشكلة في شبلنة البوردتين. كل ما أشبلن البوردتين القصدير بيمسك في الشبلونة. طيب بص يا سيدي، ادي القصدير وادي شبلونة البوردتين. هناخد شوية قصدير. لو القصدير فيه فلاكس نشفه شوية. مش المفروض ان القصدير يبقى صايص مليان فلاكس ولا يبقى ناشف على الاخر. هنشفه بالراحة بالمنديل كده، حاجة بسيطة. طبعا كل غرفة قصدير مختلفة عن التانية. يعني انت ممكن لما تغرف تلاقي ان القصدير بتاعك مليان فلكس، او يكون القصدير بتاعك ناشف. لو ناشف ارميه. تمام. وهاجي هشبلن البوردتين اهم. القصدير يبقى عامل زي المعجون، بيتفرد ماسك نفسه، بس مش ناشف ومش صايص. خلاص فردنا، ننشف. طبعا انا مش باصص تحت الميكروسكوب، انا معرفش اشتغل من غير الميكروسكوب. انا بس عشان اوريك طريقة، ممكن دي ما تطلعش مظبوطة 100%. تمام. خلصت الشبلنة، ارفع دي من على القاعدة بتاعتها. اوكي، وهات ده وامسك دي. بس كده. تعال نبص على الميكروسكوب. اتفضل يا سيدي، ادي شبلنة البوردتين. القصدير كله نزل على البوردة. في اسهل من كده؟ لا، تمام. في اسهل من كده؟ بس خلاص اقفل.